اللانكشاير اللي بالالوان جميل جدا. عايزين كوباية ونص زبدة، ونضربها كويس لغاية لما تبقى كريمي، تدينا القوام الكريمي ده الجميل. هنضيف عليها 2 كوب سكر بودرة، هضيف 6 بيض وفانيليا، هنا هضيف 2 كوب نشا، وهقلب النشا كويس في الخليط كويس لغاية لما يتشرب كويس في الخليط. وبعد كده هنا ضفت 5 كوبايات دقيق ونص معلقة بيكنج باودر. كده قسمت الخليط اجزاء، كل جزء هلونه بلون، اللون الاصفر وده اللون الاورنج. ممكن نضيف الوان جل برضو لو مش حابين الوان بودرة. ده اللون الاحمر، ده اللون الجميل ده اللون الاخضر، وده اللون الازرق. اداني اللون فسفوري بس هو بعد ما طلع من الفرن اداني اللون الازرق. شايفين الالوان جميلة ازاي؟ اللون الاصفر، وده اللون الاورنج، الاخضر، اللون الاحمر جميل برضو، اللون الازرق، وكده اللون اللي احنا ما لوناهوش. وكده الالوان بعد ما طلعت من الفرن، شايفين اللون من تحت جميل ازاي على نار هادية في الفرن. ونبتدي بقى ايه نزين احنا اللانكشاير بتاعنا. انا هعمل كل لون السبرينكس باللون بتاعه. الاصفر هعمله باللون الاصفر، ممكن تحب تلوني برضو بسبرينكس الوان برضو بيبقى جميل برضو. كده نزين اللون الاورنج. ممكن برضو نحط شوكولاتة برضو قابلة الدهن جميلة جدا برضو بتبقى في اللانكشاير برضو. شايفين الالوان جميلة ازاي؟ اللون الازرق، اللون الاحمر انا ما لقيتش سبرينكس باللون الاحمر، زينته بالجوز الهند وزينته برضو بالسبرينكس الالوان. وكده الاشكال بتاعتنا بعد ما زيناها، شايفين؟ وكده اللانكشاير بتاعنا بعد ما تزين، شايفين جماله جميل ازاي؟ شايفين الوان حلوة ازاي؟ لو عجبكم الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا شير ولايك، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.